ويسعد مساكن. وصفتنا اليوم كتير سهلة وكتير بسيطة وكتير طيبة. فيكن تشوفوا المقادير اللي أنا استخدمتها، اللي هي أول شي إني أنا حطيت طبقة بسكوت بالجات، وبعدين حبة تفاح وحبتين بيض خفقتهم كتير منيح مع ملعقة صغيرة فانيليا. حطيت 4 معالق سكر، كمان خفقتهم كتير منيح. حطيت 4 معالق زيت، 4 معالق حليب، كمان بنخفقهم كتير منيح. بنرجع هون بنحط 4 معالق طحين مع نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وبنخفقهم كتير منيح. وهون فيكن انتو اذا حبيتوا تكون سميكة صغروا الجات. هون بعد ما خلطتها رشيت لها كمان رشة قرفة نسيت خبركن، وبعدين حطيت الخليط اللي عملته والبسكوت اللي زاد معي، طحنته وحطيته على وشها هيك طلع مثل حبات الرمل. وحطيتها بالفرن تقريبا أخدت وقت حوالي 20 دقيقة على نار متوسطة، وشغلته من تحت وبعدين شغلته من فوق، وهيك كانت وصفتي. وفيكن تزينوها بالطريقة اللي بتحبوها، وإن شاء الله تعجبكم وبالعافية.